اتمنى تعملوا اشتراك في القناه بتاعتي الاولانيه. بتبدا الحلقه الاولى مع باتي، بنت تخينه قوي في سن المراهقه. باتي بتحكي ايه اللي بيحصل معاها في حياتها، وبتقول انها تعرف بنات كتير قوي تخان بس عايشين سعداء. باتي بدات تعمل نظام غذائي لنفسها من وهي عندها 8 سنين، وبتقول لنا انها فاكره انها دايما كانت بتحس بالجوع مهما اكلت كتير، وعمرها ما حست ابدا بالشبع. وفي سن المراهقه باتي بتكره جسمها قوي، خصوصا وانه السبب انها دايما بتتعرض للتنمر والتريقه. وفي الوقت اللي كل البنات زمايلها عايشين حياتهم بالطول وبالعرض، هي ما بتعملش حاجه غير انها بتتفرج على افلام الممثله درو بيرميو، ومعاها صاحبتها الوحيده والمخلصه نوني. وفي يوم باتي بيغمى عليها في الصاله الرياضيه عشان بتحاول تعمل رجيم، وما اكلتش اي حاجه من 3 ايام. وبيساعدها ولد اسمه بريك، وهو طالب مشهور قوي في المدرسه، علشان تقف قدام البنات اللي بيتريقوا عليها. بسبب لطف بريك وشياكته باتي بتكون معجبه قوي بيه، لكن لسوء حظها بيرفض بريك انه يدخل معاها في علاقه، فبتخرج وهي زعلانه قوي وبتقعد لوحدها قدام السوبر ماركت. وبنروح لبوب ارمسترونج، محامي كبير ومشهور ومتجوز وعنده اسره جميله. بوب بيشتغل مدرب للبنات في مسابقات ملكات الجمال، وبيكون المدرب الخاص لبنت اسمها ديكسي. لكن بوب بيعاني دايما من اختلافه في الراي مع ريجينا مامة ديكسي، واللي عامله نفسها فاهمه في كل حاجه. ده غير المنافس اللدود بتاع في الشغل واللي اسمه برناند، المدعي العام بتاع الولايه، واللي بتكون بنته ماجنوليا مشاركه في نفس المسابقه، يعني منافس في الشغل وفي المسابقه كمان. بوب بينبه على ديكسي انها ما تتكلمش في مواضيع معينه مامتها قالت لها عليها، لانها مش هتعجب لجنه التحكيم وممكن تخسر المسابقه. بس ديكسي ما بتسمعش كلام بوب، وبتكون النتيجه انها بتخسر المسابقه. فبتطلع ريجينا على المسرح وبتتهم بوب قدام الكل انه اتحرش ببنتها، ومع انه بيحاول يدافع عن نفسه لكن محدش بيصدقه، لان ديكسي ما اتكلمتش خالص. طبعا اللي حصل ده بيدمر سمعه بوب خالص، سواء في شغله كمدرب للبنات او حتى في شغله كمحامي. وبنروح لباتي واللي بتتفاجئ براجل متشرد بيقعد جنبها وبيطلب منها الشوكولاته اللي هي بتاكلها، لكن باتي بترفض تديها له، فبيقول لها ما تجيبي حته شوكولاته يا تخينه. الكلمه دي بتخلي باتي تضربه بالبوكس، فبيرد لها الضرب. وبسبب الضربه دي باتي ما بتقدرش تحرك بقها طول الصيف، يعني ما بتقدرش تاكل اي حاجه خالص لمده 3 شهور، وده بيخليها تخس جامد وجسمها بيكون رشيق ومثالي. زمايل باتي ما بيكونوش مصدقين اللي حصل لها وبيعاملوها كويس قوي بعد ما خست، ومع ذلك مشكله باتي ما بتتحلش، لان الراجل المتشرد اللي هي ضربته بيرفع عليها قضيه. في الوقت ده بوب بيكون بقاله 3 شهور ما ترفعش في قضيه واحده بسبب الفضيحه اللي حصلت له، وصاحب مكتب المحاماه بيعرض عليه القضيه بتاعت باتي مجانا، فبيقبلها عشان يرجع لشغله. وبنعرف ان إيريك زميل باتي بيبقى ابن بوب ارمسترونج، اللي بيتصدم لما بيشوف شكل باتي في الصوره، لكن بيتعاطف معاها لانه كان تخين زيها وهو صغير. بوب بيتفاجئ بشكل باتي دلوقتي، وبتقوم بينهم علاقه طيبه وجميله، وبيقدر يكسب لها القضيه بتاعتها بعد ما بيقدر يخليها تعمل حيله في الشاهد الوحيد بتاع القضيه، وده لان برناند المدعي العام رفض انه يسمع كلام بوب، وهو بيطلب منه يحفظ القضيه لان الاتنين ضربوا بعض، وان المتشرد هو اللي بدأ بالغلط في حق باتي. وعشان مفيش اي حد في حياه باتي خالص، فبتقع في غرام بوب وبتحبه، خصوصا وان بوب بيعاني من المشاكل وعدم التفاهم بينه وبين مراته كراولي، واللي بتكون مهتمه دايما بالمظهر الاجتماعي بتاعها على حساب اسرتها. ده غير انها بتكون معجبه قوي برنارد، وبيعجبها اي حاجه هو بيقولها او بيعملها، وده بيخلي بوب يكون في قمه الغيظ. باتي بتتفاجئ ان بوب عاوزها تشارك في مسابقه ملكات الجمال. انجيلا مامة باتي بتكون مستغربه قوي من اللي هو بيقوله، لكن باتي بيكون عاجبها كلام بوب وبتكون طايره من الفرح. بس انجل بتكون خايفه من الكلام اللي سمعته عن بوب وبترفض الموضوع، تاخد باتي وبتمشي. في الوقت ده ريجينا بتكون جايبه محقق متخفي اسمه دالاس عشان يراقب بوب وافعاله، لانها عاوزه تنتقم منه بعد اللي هو عمله معاها في الحفله بتاعت مراته، وانه تجاهلها خالص هي وبنتها ورفض انه يتكلم معاهم. بوب بيتفاجئ ان مانجوليا بنت برنارد تطلب منه يكون المدرب بتاعها، وبتعزمه على العشاء في البيت عندها، وبتعرفه ان باباها ومامتها مش هيكونوا موجودين النهارده. دالاس بيكون جنب بوب وبيبلغ ريجينا باللي بيحصل. في الوقت ده بتكون باتي مع مامتها في جلسه من جلسات علاج ادمان الكحول، وبتشوف المتشرد اللي ضربها في الجلسه، وبتعرف ان اسمه جون. باتي بتقول لنوني انها عاوزه تنتقم منه، فبتعمل خطه غريبه قوي عشان تخليه يعجب بيها، ويوافق انه يقابلها في اوضه في الفندق، لكن بتخليه يشرب لحد ما بينام. باتي بيحصل لها حاجه غريبه قوي، تفتكر نفسها وهي تخينه زمان، وفي لحظه ضعف باتي بتسحب شوكولاته وبتفتح التلفزيون، بس فجاه بتتجمد عينها وبقها وهي بتشوف فيلم لدرو بيرميو، وبتفوق من اللي هي فيه وانها كانت هتبوظ جسمها خالص في لحظه ضعف. فبترجع
بترجع في كلامها وبتكب الكحول على جسم جون وهو نايم وبتولع عود كبريت. في الوقت ده بيكون بوب في عربيته محبط جامد لدرجة انه بيقلع الباروكة بتاعته. كل ده بسبب ان منجوليا كانت عاوزة تستغله وتغريه عشان دالاس يصوره يقع في الفخ بتاعهم وتكون نهايته على ايده، لكن لحسن الحظ ان خطتهم بتبوظ في اخر لحظة وبوب بينط من الشباك في اخر لحظة. بوب بيفكر انه يموت نفسه، لكن فجأة بيلاقي باتي بتتصل بيه وبتحكي له انها كانت هتولع في جون المتشرد، بس هو جه على بالها وتفكيرها فيه خلاها ترجع في كلامها. باتي بتقول لبوب انها موافقة انه يكون المدرب بتاعها لمسابقة ملكات الجمال حتى لو مامتها مش موافقة. بتبدأ الحلقة التانية من المسلسل مع باتي اللي بتكون لسه صاحية من النوم وبتكون في أول يوم ليها في المدرسة من آخر سنة في الثانوية. باتي بتكون مش فاكرة بالظبط امبارح هي ولعت النار في جون ولا لا، بس ما بتشغلش بالها ومش هاممها اللي حصل امبارح، كده أو كده هو مش فارق معاها أصلا. باتي بتلاقي رسالة من مامتها بتقول لها فيها إنها سافرت وهترجع بعد 4 أيام وسايبه لها $20 بس مصروف عشان ما تديهاش فرصة إنها تشتري أي شوكولاتة أو أي أكل كتير. باتي باين عليها متعودة إن مامتها تسافر من غير ما تسلم عليها أو حتى تعرفها هي تروح فين قبل ما تاخد قرارها، وبتقول لنفسها إنها كبرت بدري وشالت مسؤولية نفسها وهي لسه في ثانوي. لكن باتي بتكون محتاجة للحنان والدعم في حياتها، وده اللي بيخليها متمسكة بوجود بوب أرمسترونج في حياتها. عشان كده باتي بتروح له على مكتبه وبتكون عازماه على الفطار، بس باتي بتفتكر موقف قديم ليها مع زميلتها بسبب الفطار فبتزعل وبتقول لبوب إنها مش عاوزة تروح المدرسة خالص وعاوزة تتدرب على مسابقة ملكة الجمال وبس. بوب لما بيعرف إنها مش عاوزة تروح المدرسة عشان مواقفها القديمة مع زمايلها بيطلع لها الكتاب الثانوي بتاع مدرسته زمان واللي بيكون فيه صورة بوب وهو تخين قوي، وبيقول لها إنه قدر يتخلص من العقدة دي بسرعة وبيشجعها إنها تعمل زيه. مش بس كده، ده بيطلع علبة الميك اب عشان باتي تكون في أحلى صورة وأجمل منظر وهي رايحة المدرسة. باتي بتلاقي كل الولاد مبهورين بيها وبتكون محتارة هي هتكون تبع أي مجموعة من مجموعات البنات، الرياضية ولا الجميلة اللي واخدة بالها من جمالها ولا اللي ملهاش أي قيمة. لكن بتفوق من تفكيرها أول ما بتشوف بريك اللي بتكون عاوزة تلفت انتباهه اللي ما بيكونش مصدق إنها باتي، فبتروح له وبتحاول تفكره بنفسها، بس منجوليا بتوصل وبتعرفها إنه حبيبها ومش هتسمح لأي بنت تاخده منها. باتي بتروح على الفصل بتاعها والمدرسة بتطلب منهم يناقشوا أخبار اليوم، فبتعرف إن في واحد كان هيموت مخنوق امبارح في فندق من الفنادق بسبب الدخان بتاع الحريق اللي حصل في اوضته، فبيجي في بالها جون فبتقرر انها تروح بسرعه على هناك، لكن نوني بتمنعها عشان ممكن يتقبض عليها وبتقول لها ان هي اللي هتروح وهتعرف بالظبط ايه اللي بيحصل هناك وهتبلغها اول باول. نوني بتلاقي باباها ضابط البوليس هو اللي ماسك الحادث بتاع الفندق وبيسالها ايه اللي جابها، فبتقول له انها في بحث تبع المدرسه، وبتعرف منه انه جون ممكن يموت بسبب الحريق الكبير اللي حصل في الفندق، وبيقول لها انه عرف من الموظف بتاع الفندق ان جون كان معاه بنت، فبتبعت رساله لباتي وبتقول لها جهزي المحامي بتاعك. باتي بتقابل بوب وبتحكي له على اللي حصل، فبيروح بسرعه على مكان الحادثه وبيلاقي برناند هناك، فبيغصب على نفسه انه يتعامل معاه معامله كويسه عشان ما يخسرش القضيه. برناند بيوافق ان بوب يشوفه وهو بيدور على الادله بتاعه الجريمه، بيعرف منه ان في غيار يخص البنت اللي كانت مع جون لقوه في الحمام واحتفظوا بيه في قسم الادله. نوني بتكون عارفه رئيسه قسم الادله فبتروح لها وبتشغلها عشان باتي تخش تدور على الغيار بتاعها وتاخده من بين الادله دي، وبتقدر توصل له وبتاخده فعلا، لكن بوب بيطلب منها ترجعه مكانه عشان ما تورطش نفسها في مشاكل اكتر من كده وهو يقدر يثبت براءتها. بعدها بوب بيلاقي برنارد قدر يوصل لعلبه الكبريت اللي عليها بصمات باتي، وبيقول لبوب انه هياخد البصمات من على علبه الكبريت ويدخل على قاعده البيانات وهيعرف المجرمه بكل سهوله. باتي بتتعب قوي من الضغط العصبي اللي بتكون فيه بسبب القضيه وبتدخل نفس المستشفى اللي فيها جون، وبيوصل بوب عشان يطمن عليها. لما بيعرف ان ابو نوني هو الضابط المسؤول عن القضيه بيعمل خطه جهنميه عشان يكشف بيها الحقيقه، بيخلي باتي تظهر قدام جون واللي اول ما بيشوفها بيقول ان هي اللي ولعت فيه، بس بيوصل بوب اللي بيلاقي البطاريه بتاعه جهاز انذار الحريق بتاع الاوضه في وسط هدوم جون، وبيعمل له السيناريو اللي حصل منه بالظبط ليله الحادثه، وانه لما صحي وحب يولع سيجارته كالعاده لقى جهاز الحريق فوق منه، فقرر انه يشيل البطاريه بتاعته عشان يستمتع بالتدخين، لكن عود الكبريت وقع منه على سريره الغرقان بالكحول وحصلت الحريقه، وهو بيجري اتخبط في الحيطه بتاعه الحمام ووقع على الارض. جون بيتوتر من اللي بيعمله بوب وبيقع بالكلام قدام الضابط اللي بيعتبر كلامه اعتراف صريح منه، وبكده بتكون
بتكون باتي بريئة من الجريمة، وبيوصل برنارد اللي بيكون عاوز يقبض على باتي، لكن بوب بيقول له جيت متأخر يا حلو، انا حليت القضية خلاص. وقبل ما يمشي باتي بتشكره على اللي هو عمله علشانها. باتي قبل ما بتخرج من المستشفى بتروح على جون وبتتكلم معاه بعصبية شديدة، وبتعرفه انها البنت التخينة اللي هو ضربها من فترة، وبتحكي له ان هو السبب في انها خست، وبتطلب منه يعتذر لها عن اللي عمله معاها قبل كده واللي كان عاوز يعمله معاها دلوقتي. جون بيقول لها انها المفروض تشكره علشان هو كان السبب في ان حياتها بقت كويسة، لكن باتي بتعرفه انه حياتها كويسة من بره بس، لكن هي لسه بتعاني من اثار السنين اللي هي عاشتها وهي تخينة. باتي بتكون وصلت لقمة انفعالها على جون، وبتتفاجئ ان بيجيله سكتة قلبية وبيموت، ومع انها ممكن تكون مهتمة بانها تسببت في موته، لكن باتي ما بيهمهاش اللي هيحصل، وكل اللي بيهمها انها اخيرا انتقمت منه. وبكده احنا وصلنا لنهاية الحلقة الثانية. يا رب يكون فيديو المرة دي عجبكم. السلام عليكم.